أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. قلنا الفيديو اللي فات إنك لما بتستخدم navigate by URL أو حتى navigate مع return false داخل الجارد وحتى كمان داخل الريسولفر ده مش صح، بس ما قلناش ليه. في الفيديو ده هنشرح بقى ليه مش صح وليه الأفضل إن أنت تستخدم redirect command أو URL tree. في حد ممكن يقول لي لا على فكرة ما حدش قال ما ينفعش نستخدم navigate مع return false عادي جدا أو حتى navigate by URL مع return false. اقول لك لا، الانجولار نفسه قال في الدوكيومنتيشنز بتاعتهم كده اهو. مثلا تعالى شوف هنا قال لك if you need to redirect the user return URL tree or redirect command. طبعا احنا هنا موجودين فين؟ موجودين داخل الجاردس مثلا. اوكي زي ما شايف ده الصفحه بتاعت الجاردس. هنا بقى بيقول لك ايه، لو انت عايز تعمل ريدايركت لليوزر لازم تعمل ريتيرن لليو ار ال تري او للريدايركت كوماند، وبيقول لك دونت ريتيرن فولس اند ذن بروجراماتيكالي نافيجيت ذا يوزر. يعني هو عايز يقول لك ان انت ما تستخدمش نافيجيت او نافيجيت باي يو ار ال مع ريتيرن فولس. قال لك دونت ريتيرن، ما قالكش it is not recommended. يعني مثلا مش بنوصي انك انت تستخدم ريتيرن فولس مع نافيجيت باي ار ال مثلا، لا هو قال لك ما تستخدمهاش. عشان تفهم ليه ما ينفعش تستخدم نافيجيت باي ار ال او حتى نافيجيت مع ريتيرن فولس في الجارد في الانجولار، يبقى لازم نفهم كويس قوي مهمه الجارد في الانجولار. هي الحاجه المفهومه لينا كلنا ان مهمه الانجولار هي انه يسمح او يمنع المستخدم من الدخول الى مسار معين، وده معناه انه مهمته ياخد قرار. بالك من كلمه ياخد قرار. بس الحقيقه مهمه الجارد كمان ان هو ياخد قرار بتوجيه المستخدم لمسار تاني بدل ما يستخدم نافيجيت باي ار ال. علشان كلمه نافيجيت باي ار ال دي او اللي بتعمله نافيجيت او نافيجيت باي ار ال اسمها سايد افكت، ما اسمهاش قرار. تمام؟ لان انت لما تستخدم نافيجيت باي ار ال والريتيرن فولس القرار بتاع الجارد بيبقى في جمله الريتيرن، فانت خليته عمل حاجه وبعد كده خد قرار. هتقول لي بس معلش يعني ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات بتاع كان اكتيفيت جارد وكان ماشي كويس وما حصلش مشاكل. هقول لك هو فعلا ما حصلش مشاكل عشان دي كانت كيس بسيطه جدا عشان تفهم بس الجاردس تشتغل ازاي، لكن الواقع في المشاريع المعقده مش كده خالص. هيبقى عندك اسync جاردس وهيبقى في تداخل كتير وهيحصل مشاكل كتير، وانا في الفيديو ده هوريك اليوز كيسز اللي هتعمل لك مشكله لو استخدمت نافيجيت باي ار ال، وهتفهم الانجولار بيتعامل ازاي مع الراوتنج. بس اول خليني اوضح لك ايه اللي انا عملته هنا في الكود عشان تبقى انت فاهم الموضوع معايا. يعني انا كنت عامل في الادمن كلاس جارد وكنا حاطين ان هو بيشوف اذا كان لوجن ولا لا، وبعد كده بيشوف از ادمن. لكن انا فصلتها عملت لوجن جارد ده مهمته بس يشوف اذا كان اليوزر عامل لوجن ولا لا. وعلى فكره هو ده الصح، يعني لازم تطبق مبدا السنجل ريسبونسبيلتي، يعني لازم كل جارد يكون مسؤول عن حاجه واحده بس. يعني انا ما كانش ينفع مفترض نعمل ايه، يبقى اسمه ادمن جارد يشوف اذا كان اليوزر عامل لوجن وشوف اذا كان هو ادمن ولا لا. دي كده حاجتين مش حاجه واحده. تمام؟ فانا فصلتهم وعملت برضو لوجن اسync جارد عشان ده هخليه يرجع بروميس. وفي اللوجن اسync انا مخليها بتتاخر بس 5 ثواني عشان تبقى اسync، يعني محاكاه للموضوع. تعال بقى نشوف اول يوز كيس هتعمل لك مشكله لما تستخدم النافيجيت باي ار ال وريتيرن فولس مع جاردس في الانجولار. هنشوف في حاله المستخدم مش عامل لوجن وعندك لوجن اسync وهيستخدم النافيجيت باي ار ال اللوجن. يعني ايه؟ يعني انا هاجي هنا في الاب راوتنج هستخدم هنا اللوجن اسync جارد مع الادمن كلاس جارد، وهما الاثنين سواء ده او ده بيستخدموا نافيجيت باي يو ار ال. تعالى بقى نشغل ونشوف. تعالى مثلا هنا اديني هحاول اعمل اكسس على الادمن داشبورد وشوف هيحصل ايه. حولك على الاكسس دينايد وده مش صح، المفترض اليوزر مش عامل لوجن. تمام؟ والاكسس دينايد دي معناها ايه؟ معناها ان اليوزر عامل لوجن وممنوع يخش الصفحه دي بالذات. تمام؟ بس بعد كده زي ما انت شايف حولك للوجن. طيب هو ايه بالظبط اللي حصل؟ تعالى اشرح لك اللي حصل بالظبط من على الباوربوينت. بص يا سيدي، اللي حصل كالتالي. اللي حصل انك انت الانجولار لما تيجي تعمل نافيجيشن او تفتح اي صفحه بيعمل نافيجيشن وبيدي اي دي للنافيجيشن ده. احنا كنا بنفتح صفحه ادمن داش فعمل نافيجيشن اداها اي دي رقم 1. جه بعد كده لقي عليها جاردس فقال لك يعمل امبلمنتيشن للوجن اسync جارد. بس اللوجن اسync جارد هو بيرجع بروميس بس جوه البروميس في نافيجيت باي يو ار ال اللي بيوديك على اللوجن.
الجارد نفسه بيعمل ايه؟ لازم يعمل ريتيرن الحاجه، فهو هيعمل ريتيرن الايه؟ ريتيرن لاوبزرفبل او بروميس. تمام؟ الانجولار هيبقى عنده بروميس او اوبزرفبل، مفترض وليكن احنا عاملينها كده ايه؟ حاجه عشوائيه، هيستنى 5 ثواني مثلا. طبعا الانجولار مش هيفضل واقف مستني 5 ثواني، لا ده هو هيخش بايه؟ يشوف الجارد اللي بعده، عايز يشوف الجارد اللي بعده قراره ايه. هيجي هنا يلاقي الجارد قراره ايه؟ ده قرار ان هو يعمل نافيجيت باي يو ار ال، وخصوصا ان الادمن جارد ده هو سينك مش اسينك، فده هيقول الانجولار ايه؟ وديه على الاكسس دينايد. بس ده معناه ايه بقى؟ نافيجيت باي يو ار ال دي معناها ايه؟ معناها بقول الانجولار لو سمحت ابدا نافيجيشن جديد باي دي مختلف، اي دي جديد اللي هو هنا هيبقى اي دي رقم 2. ايه اللي بيحصل لما الانجولار ياخد الامر ده؟ على طول بيلغي النافيجيشن هو واقف عنده اللي هو مين؟ النافيجيت رقم 1 اللي هو بتاع الادمن داش، فهيلغيه. بعدها على طول ايه؟ هيبدا النافيجيشن الثاني اللي هو بتاع الاكسس دينايد. عشان كده انت شفت في الاول الصفحه بتاعت ايه؟ اكسس دينايد. بعد كده ايه؟ هيتبقى ان الانجولار هيجي له الرد من الاوبزرفبل الاولاني اللي هو بتاع اللوجن جارد ده. هيقول له ايه؟ هيقول له معلش اعملوا نافيجيت على اللوجن. فده معناه ايه؟ معناه هقول للانجولار لو سمحت ابدا نافيجيشن جديد تاني خالص اسمه او رقمه نافيجيشن 3 او اي دي 3، ويتبعت على مين؟ على صفحه اللوجن. ده اللي حصل بالظبط. تعال نشوف ده في اللوجز عندنا، وده اللي واضح هنا في اللوجز زي ما انت شايف. هو بدأ بالادمن داش ستارت هو رقم 1 اي دي رقم 1، وهنا دخل على اللوجن جارد اسync شغال فين؟ في الادمن داش. طبعا ما فيش اي حاجه حصلت غير ان هو على طول انتقل على الادمن جارد. عمل ايه لما راح الادمن جارد؟ لما الادمن جارد طبعا ادى الامر بتاع نافيجيت باي يو ار ال على اكسس دينايد، فهيروح لاغي عامل كانسل للاي دي رقم 1 او النافيجيشن بتاع الاي دي رقم 1. وخد بالك شوف كلمه ريزون. الريزون دي قال بيقول لك ايه؟ نافيجيشن اي دي 1 is not equal to the current navigation اي دي 2. يعني هو لما بدا نافيجيشن باي دي 2 بقى هو الكارنت نافيجيشن، والنافيجيشن رقم 1 هو كده بالنسبه له لا ده كده الايديات مختلفه، يبقى واحد ده مختلف، او ده مش زي اللي انا همشي بيه دلوقتي حالا، يبقى ايه؟ الغيه. بعد كده راح اعمل ايه؟ رايح على الاكسس دينايد، بعد كده دخل او انهى الاكسس دينايد. بعد كده بعد 5 ثواني حصل ايه؟ عمل النافيجيشن رقم 3 واللي هو ايه؟ على اللوجن. هتقولي خلاص يا عم تعالى نستخدم اليو ار ال 3 مع اللوجن اسync جارد. ماشي، تعالى بقى هنا ايه؟ في اللوجن اسync جارد هنوقف نافيجيت باي يو ار ال وريتيرن فولس، وهنرجع ال يو ار ال 3. طب تعالى بقى نشوف هيحصل ايه. تعالى هنرجع هنا على الهوم وندخل تاني على الادمن داش، شوف بقى هيحصل ايه. اكسس دينايد، لو بعد 5 ثواني ولا هيحصل اي حاجه، تبقى هي كده بس. ازاي يعني؟ مش هيتحرك تاني. تمام. طب برضه عايزين نفهم ايه اللي حصل بالظبط. تعالى اقول لك اللي حصل بالظبط. نشوف برضه على الباوربوينت زي ما احنا عارفين. بدانا نافيجيشن اي دي رقم 1 هو ادمن داش، دخل على اللوجن اسync مع كرييت يو ار ال 3. ده هيرجع اوبزرفبل او بروميس 5 ثواني. الانجولار مش هيستناه، هيخش على الادمن جارد هيقول له نافيجيت باي يو ار ال. طبيعي كده انا بقول الانجولار ايه؟ ابدا نافيجيشن جديد اللي هو نافيجيشن اي دي 2. ده معناه ان هو لازم يكنسل الاول على اي دي 1 او النافيجيشن او رقم 1، ويبدا النافيجيشن الثاني يروح على الاكسس ديناي. طيب واللوجن جارد اسync ده بعد 5 ثواني هيعمل ايه؟ يفترض ده بيرجع يو ار ال 3 او دايركت كومنت. طب هيعمل ايه؟ يفترض هو بيرد على مين؟ بيرد على النافيجيشن 1 اللي هو خلاص بقى انتهى كنسلناه، وبالتالي كده عمره ما يفتح لك صفحه اللوجن. طيب الصح ايه؟ الصح انك في الجاردس او ريسولفر لما تحب تعمل ريدايركت للمستخدم على اي مسار تاني من داخل الجارد او من داخل الريسولفر لازم تستخدم يو ار ال 3 او ريدايركت كوماند. طيب تعالى بقى نشوف اليوز كيس اللي هنستخدم فيها اللوجن اسync جارد مع اليو ار ال 3، تمام، والادمن جارد مع يو ار ال 3، ونشوف هيحصل ايه معاهم. يعني هنا عند اللوجن اسync جارد اهو نستخدم كريت يو ار ال. هنيجي هنا هنبدل نستخدم كريت يو ار ال اوكي، وهنوقف دي كده. هنا مستخدمين يو ار ال 3، وقفنا النافيجيت باي يو ار ال. وتعالى بقى نشوف هيحصل ايه. نرجع هنا هوم ونخش على الادمن داش تاني. شايف هنا كلمه لودنج دي انا عاملها استنى 5 ثواني، بعد 5 ثواني هتلاقيه بعتك على ايه؟ صفحه اللوجن. ايه بقى اللي حصل هنا؟ تعالى نشوف الباوربوينت. زي ما احنا عارفين برضو عمل نافيجيشن 1 داخل على اللوجن اسync، ده هيرجع اوبزرفبل، واللوجن اسync فيه كريت يو ار ال، واليوزر مش عامل لوجن. طبعا كل ده مشكلتنا، يعني احنا كل ده مشكلتنا في الكيسز اللي هي مش هيرجع فيها ترو، لا ده هيرجع فيها فولس.
وهيعمل ريدايركت. هنعمل فيها ايه؟ طبعا الانجولار مش هيستنى 5 ثواني، هيروح للادمن جارد هيلاقي بيقول له عايز يرجع URL تري او دايركت كوماند. هيعمل ايه بقى الانجولار وقتها الانجولار هيستنى يشوف ده عمل ايه، وفي الاخر هياخد القرار النهائي بالاسبقيه. طبعا الاسبقيه هنا للوجن جارد، تمام. فهيروح بعته على مين؟ على اللوجن. ده اللي حصل بالظبط. وادي هنا اللوجز، شوف هتقول لك ايه هنا بقى. بدا نافيجيشن 1 كده قال لك، او راح على اللوجن جارد اسync. طبعا بدا يعدي ال5 ثواني. هنا دخل على الادمن جارد، هتلاقي هنا بعد كده عمل ايه؟ ريدايركت هو كانسل رقم 1 وبدا رقم 2 اللوجن. بس خد بالك بقى ايه اهم حاجه عندي في الجزء ده ايه؟ قال لك نافيجيشن او الريزون نافيجيشن كانسلنج ايرور هو ايه؟ ريدايركت تو لوجن. ما عملش زي المره اللي فاتت قال لك ايه؟ اصل الاي دي 1 مش زي الاي دي 2، لا هو قال لك هنا دغري انا بعمل ريدايركت للوجن. مثلا هتقولي لو اليوزر كان عامل لوجن بس مش ادمن هيروح عادي على اكسس دينايد. طب ليه بقى؟ لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان ده هيرجع اوبزرفر، الانجلر مش هيستناه، هيروح الادمن جارد. الادمن جارد هيقول له ايه؟ رجع URL تري او دايركت كوماند بس ايه؟ على اكسس دينايد. ده هيرجع ترو ان هو اليوزر عامل لوجن. ففي النهايه هيروح على ايه؟ على الفاينل ديسيجن او القرار النهائي هيكون ان هو يتحول على الاكسس دينايد. وتعالى نجربها مع بعض برضه. تعالى هنا مثلا هنعمل جان هو اللي كان مش ادمن اهو لوجن اهو، تمام. وتعالى وجان موجود. تعالى هنا نعمل ايه؟ ادمن داش. هتلاقيه برضو يستنى 5 ثواني، لان لازم برضو كلهم ياخدوا القرار، وبعد كده كلهم مثلا ايه يرجعوا بحاجه معينه او يخلصوا كل حاجه، وبعد كده ايه ناخد القرار النهائي. زي ما انت شايف بدا نافيجيشن 1 راح على اللوجن جارد اسync، بعد كده الادمن جارد، تمام. طبعا هو هنا مستني 5 ثواني، ده دخل على طول. بعد كده قال لك كانسيشن ايرور دايركت تو اكسس دينايد. فكده الافضل وهو الاصح، تمام، ان انت تستخدم دايما لما تيجي تعمل ريدايركت من داخل الجارد او داخل الريسولفر لازم تستخدم URL تري او ريدايركت كوماند. اتمنى كده اكون شرحت لك ليه ما ينفعش تستخدم نافيجيت او نافيجيت باي URL مع الريتيرن فولس عشان تعمل توجيه لليوزر من داخل جاردس او ريسولفر. في الفيديو اللي جاي انا هقول لك ايه الفرق ما بين URL تري والريدايركت كوماند عشان تبقى انت فاهم كويس قوي لما تيجي تستخدمهم مين الافضل لليوز كيس بتاعك. شكرا جزيلا للاستماع.